السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا متابعي قناة جهازك عندنا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة إن شاء الله معانا هاند بلندر من شركة براون. شركة براون من أفضل الشركات اللي بتصنع هاند بلندر عامة. شركة براون شركة ألمانية، لكن التصنيع بيكون تصنيع اتحاد أوروبي، يعني ممكن نلاقي تصنيع روماني، ممكن نلاقي تصنيع تشيكي، ممكن نلاقي تصنيع مجري. النهاردة إن شاء الله معانا الهاند بلندر براون اللي هو بيكون 8 في 1، اللي هو الموديل بتاعه ام كيو 55755 ام. انا بقول لكم على الموديل علشان خاطر احنا كناس شغاله في المجال بنتوه في شركه براون من كتر الموديلات. شركه براون من افضل الشركات اللي بتصنع هاند بلندر تعتبر في مصر كلها. وطلعنا الجهاز من الكرتونه علشان نبدا نتعرف على القطع اللي موجوده في الهاند بلندر اللي هو ام كيو 55755 ام، اللي هو 8 في 1، اللي هو بيكون 1000 واط. اول قطعه معانا الماتور ده، الماتور بتاعه تمام، موتور كويس جدا جدا. شركه براون من الشركات المحترمه جدا. هنلاحظ هنا ان كل المعلومات مكتوبه، يا رب تكون واضحه قدام حضراتكم في الصوره. كل المعلومات مكتوبه، ميد ان رومانيا، 750 واط وبيوصل لحد 1000 واط، يعني القوه القصوى بتاعته بتكون 1000 واط. موتور التقفيل والفينش بتاعه وكل حاجه فيه ما نقدرش نقول عليه غير ان هو نمبر 1 في السوق. السرعات من 1 لحد 25، من 1 لحد 25 نقدر نقول ان هو 1 لحد 5، لكن هنا مكتوب على الموتور من 1 لحد 25. عندنا السرعة اللي احنا بنضغط عليها متواصلة، وعندنا سرعة التقطيع اللي هي بنضغط عليها وبنسيبها، وفي نفس الوقت السرعة المتواصلة نقدر نستخدمها نفس الاستخدام. تاني حاجة موجودة معانا العمود او الترس بتاع الجهاز او الهاند بلندر عامة، او عمود الهاند بلندر اللي احنا بننزله في الكوباية اثناء الاستخدام، او اثناء ما نحطه، او اثناء ما احنا عايزين نعمل اي حاجة على النار او اي حاجة في اي كوباية. لو انا هستغنى عن الكوباية دي، السن بتاع السكينة هنا حاجة بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، والتقفيل والفينش حاجة لا يعلى عليها. تالت حاجة معانا النهاردة مضرب البيض. مضرب البيض السلك، طبعا مضرب بيض ثانوي، مش حاجة مش استخدام اساسي، لا هضرب بيض وكريمة بس، ما اعملش فيه اي عجاين. وطريقة الفك والتركيب مفيش اسهل من كده. بعد كده معانا الكبة اللي احنا بنعمل فيها خضار او طماطم او ايا كان نوع الحاجة اللي احنا هنعملها فيها. ومعانا الحاجة اللي بعد كده الكبة المزدوجة، او الكبة اللي بتركب فوق الكبة اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. يعني احنا عندنا في الجهاز ده كبتين بيركبوا فوق بعض. بعض الموديلات التانية من شركة براون بنلاقي ان في كبتين منفصلين، لكن هنا الكبتين بيركبوا على بعض، ودي ميزة مش هنلاقيها الا في الموديل اللي هو ام كيو 55755 ام. تمام. الميزة دي ان انا بحط الحاجة هنا، ممكن ابشر واقطع في نفس الوقت، او ممكن استخدم الجهاز اللي فوق والحاجة تبدأ تنزل من تحت للقطعة اللي تحت تتفرم تاني. تمام كده. طيب، ومعانا القطعة اللي موجودة بعد كده المبشرة. المبشرة اللي احنا هنستخدمها على الناحية اللي من فوق والناحية اللي من تحت، يعني مبشرة مزدوجة. تمام. وهنا سكينة الكبة. سكينة الكبة سكينة حامية جدا. تمام، يا رب تكون واضحة في الصورة اهي. انا خايف اطلعها تعور ايدي. دي السكينة بتاعت الكبة. تمام. ودي القطعة اللي بتركب فيها المبشرة. بنحط المبشرة هنا كده. تمام، ننزلها كويس ونقفل قفلة كده، ايه، لفة كده عكس بعض. تمام. ومعانا السكينة اللي هي مش سكينة، هي زي السكينة بالظبط، لكن ايه اللي هي بتضرب الحاجة. يعني ممكن استخدمها كمضرب بيض، اضرب بيها بيض كريمة. هي كأنها مضرب بيض بالظبط، بس مش مضرب بيض سلك زي ده، لا مضرب بيض بطريقة مختلفة شوية، او في حاجات تانية في المطبخ تمام بنعملها فيها ستات البيوت تعرفها اكتر مني. طيب،
ومعانا بعد كده اخر حاجه اللي هو القطعه اللي بتركب على الموتور. طيب لو احنا جينا هنا ركبنا السكينه بتاعه الكبه، تمام، اهي ركبت كده تمام، وعايز اقفل، هقفل بالقطعه اللي بتركب هنا، وبقفل بعد كده الموتور. تمام، الموتور هنا هنلاحظ انه فيه زرار اللوك، تمام، اللي انا اهو عشان يبقى واضح في الصوره، ده زرار اللوك بحطه هنا وبضغط كده، خلاص كده ركب مظبوط في المكان بتاعه اهو. تاني كده خلاص ركب مظبوط تمام. وهنا معانا المبشره بتركب بنفس الطريقه، هوريها لكم دلوقتي، ومضرب البيض بيركب بنفس الطريقه، والعمود بيركب بنفس الطريقه. نبدا نشيل الموتور، نشيله كده، واضحه معايا هنا في التصوير ان انا بضغط على القطعه دي وبطلع الموتور. ولو انا عايز اركب الهاند بلندر هركبه بنفس القصه بالظبط عشان تبقى واضحه معايا الصوره اكتر اهي. نفس القصه هنا اهي، واروح ضاغط كده، عايز افك اضغط بايديا هما الاتنين هنا واشيل، واهو اهو. وكده معايا الهاند بلندر. يا رب يكون واضح في الصوره، انا مقرب شويه جهاز التصوير بس كده واضح ان شاء الله تمام. طيب بالنسبه لتركيب الكبتين فوق بعض، الكبتين هشيل السكينه تمام، واستخدم الكبه التانيه فوقيها كده تمام. وبعد كده لو انا عايز اركب القطعه دي هركبها واقفل بالموتور، يبقى انا كده بضرب الحاجه هنا وممكن اضيف زي ما انا عاوز، والحاجه تبدا تنزل جاهزه معايا من تحت تمام. واركب الموتور كده اهو تمام. نبدا نشيل الموتور، وبرده نفس القصه في مضرب البيض، نفس التركيب اهو. نبدا نضرب، ممكن استخدم الكوبايه دي تمام، او ممكن ما استخدمهاش تمام. وبالنسبه للمبشره، المبشره ليها قطعه مخصصه ليها، هبدا اشيل دي تمام واركب هنا، اضغط عليها ضغطه بسيطه كده واقفل بالغطا واحط الموتور اهو تمام، وابدا اشغل. ولو انا عايز اضيف اي حاجه، او لو انا هبشر واضغط على الحاجه اضغط عليها، جزر، خيار، ايا كان نوع الحاجه اللي هعملها في الجهاز. جهاز من افضل الاجهزه اللي موجوده في السوق المصري كله، مش الجهاز ده بس، لا، كل منتجات براون في الهاند بلندر تعتبر من افضل المنتجات اللي موجوده في السوق، ومن افضل الهاند بلندرات اللي موجوده في السوق. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه كويس. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.